الجن فيهم عرب، ولكن يبدو أن عرب الجن أفصح من عرب الإنس، لأن عرب الجن مع القرآن انتفعوا بالاستماع مرة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الجن: قال عجبا لكم، وهو يتكلم مع الناس: قرأت سورة الرحمن على إخوانكم من الجن، فكنت كلما قرأت قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. وكم مرة وردت فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ونحن وإياهم مخاطبون بنفس الآية. هم قالوا لا نكذب بشيء من آلائك ربنا ونحن ساكتين. يجيك بعض الرقات: يلا تكلم، من أنت؟ من أرسلك؟ أرسلني أبوها، أرسلني أخوها، أرسلتني زوجته، أرسلني. يصدقه، فيقول لك الراقي: والله السحر من أبو البنت، السحر من عمها. الجن قال، الجن يقولوا أنهم يقولون على الله شططا، فكيف بغير الله؟ باب أولى. صدقك وهو كذوب. الأصل في الجن الكذب، ولذلك هؤلاء بعض الرقات هداهم الله فرقوا المجتمع. رجال من الإنس قبل الإسلام كانوا يعوذون برجال من الجن، يعني إذا كانوا مسافرين ومروا بوادي يقول الإنسي: أعوذ بسيد هذا الوادي مما فيه. فسيد الوادي الجن الكبير يحميه من بقية الجن، فاعتقدوا فيهم أنهم يحمونهم وأنهم يدافعون عنهم وأنهم يجلبون لهم الخير، وهم في الأصل شياطين وعدو. إبليس الأكبر هو الذي أخرج آدم وحواء من الجنة، وهو عدو، وأبناؤه أعداء إلا ما رحم ربك. هل الجن يعيشون معنا في بيوتنا؟ وهل يضروننا؟ وكيف نطردهم من بيوتنا؟ الجن المسلمين يعيشون معك في بيتك، لهم السقف ولكم الفرش، وما يمكن تطردهم إلا إذا تصوروا. إذا جاءك من جاءكم على غير هيئته فاقتلوه. إذا جاءك في صورة حية، صورة عقرب، صورة قط، صورة معينة غير صورة الحقيقية، فعندئذ يجوز تقتله. أما وهو مختفي في سطح بيتك فلا يمكن تراه أنت أصلا ولا تدري عنه. كان في واحد من الصالحين يقوم الليل، كان إذا جاء الليل جاء الثعبان نزل راسه من أعلى يستمع لقراءته، وهو يقرأ ولا يقول شيء. إذا انتهت الصلاة رجع يختفي، النهار ما يشوفه، ودام على ذلك حتى مات. في يوم مات ما شافوا الثعبان بعده. واحد من الصحابة في غزوة الأحزاب عريس كان شديد الغيرة، كل شوي يروح يشوف زوجته عسى ما حد جاء عندها. يوم من الأيام وجدها خارج الخباء حقه، فلما رأها خارج الخباء غضب، قال لها: كيف تخرجين؟ غيرة. قالت له: على رسلك ادخل في الخباء فانظر ماذا فيه. دخل فوجد ثعبان، فضربها بالسيف فلا يدرى أيهما مات قبل الآخر. وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من وجد في بيته ثعبان أو حية فلا يقتلها حتى ينذرها ثلاثا، فإن إخوانكم من الجن يشاركونكم البيوت. أنذرك ثلاثا، أنذرك أنذرك أنذرك، اخرج عني وأعرض عنه والتفت، إن وجدت مكان اقتله، إن لم تجده الحمد لله. أنا حصلت لي شخصيا في المدينة أكرمكم الله، قبل الفجر دخلت لأتوضأ فوجدت ثعبان في دورة المياه، فتذكرت الحديث وأغلقت الباب وأخذت السلاح حديدة وأنا وراء الباب، وأنذرتك أنذرتك أنذرتك، ودخلت وأنا الحمد لله يعني متخوف، وما وجدت شيئا، فعلمت أنه من إخواننا من الجن. فلا تقتل، خصوصا أهل المدينة. ومن الفقهاء من قال هذا الحديث خاص بأهل المدينة، ومنهم من قال عام في المساكن كلها. فالجن الصالحين يشاركونكم في البيوت، ويشاركونكم في الصلوات، ويشاركونكم في أشياء كثيرة، حتى في الطعام لهم العظم ولكم اللحم إذا ذكرتم اسم الله. أما إذا لم تذكر اسم الله شارككم الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. كيف نطردهم؟ الصالحين لا تطردهم، ما أنا بطاردي المؤمنين، لأن الصالحين إذا سمعوا القرآن استمع نفر من الجن، ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، تقرأ البقرة يقرأوها معك.